شوقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنرد على شوية اسئلة كده جاتني عن الرومي، وطبعا اسئلة كتير فعشان كده بعملها على فيديوهات، يعني فيديو 2 و3 عشان الاسئلة بتكون كتير. وكمان المرة المليون اعرفكم شكل الفرخة الرومي او انثى الديك الرومي، لان في ناس كتير لحد دلوقتي بتسألني مش عارفة الديك من الفرخة، مع ان انا عاملة فيديوهات عن الديك لوحده وعن الفرخة لوحدها، وفي فيديو تالت برضو حطلكوا الصور الاتنين مع بعض. يا ريت يا جماعة لسه جديد عندي على القناة يدخل يشوف الفيديوهات دي، وان شاء الله كل اللي انتم محتاجينه هتلاقيه في الفيديوهات القديمة. يعني ادخلوا على القناة شوفوا في فيديوهات كتير عن الرومي، وان شاء الله كل اللي انتوا محتاجينه من معلومات عن الرومي هتلاقوها ان شاء الله. ولو في حاجه جديده انا مش عامله لها فيديو سيبولي في التعليقات، وان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديوهات بيها. وكمان عايزه اقول لكم ان انا معلش ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، هي فعلا عندي ظروف مش بقدر ان انا يعني اصور فيديوهات باستمرار. ان شاء الله الظروف دي تخلص على خير وانتظم معاكم في القناه واشوف كل طلباتكم وكل حاجه انتوا عايزينها اعملها لكم ان شاء الله. وكمان فيديو الذبح اللي اتطلب مني كتير قوي من زمان ولسه مطلوب مني قريب كمان مره، وان شاء الله هعمله لكم باذن الله قريب جدا باذن الله. هعمل لكم فيديو وانا بذبح الفرخه لوحدي عشان في ناس طلبت مني ده، حاضر من عيوني ان شاء الله هعمله. وكمان هعمل لكم فيديوهات عن البط والفراخ البيضاء ان شاء الله. لو في اي حاجه عايزين نعمل فيديو عنها سيبولي في التعليقات وان شاء الله هعمل لكم اللي انتوا تطلبوه تحت امركم. طيب مبدئيا كده اللي على الشاشه دي طبعا الفرخه معروفه اهي. الفرخه بقى عايزه اقول اللي لسه جايب رومي جديد وجايباهم كبار ومش عارفه الديك من الفرخه دايما بيبقى حجمها اقل من الديك، ودايما ريشها يعني بصوا الديك بيبقى نافش ريشه زي الطاووس كده على طول ما هو واقف بيفضل نافش ريشه. طبعا هو كبير وهو صغير هتعرفوا برضو بيبقى فيه حبايه في صدره كده، يعني تحت رقبته بشويه في حبايه انت هتشوفيها كده اما تحسسي عليها وتشوفيها. الحبايه دي كل ما بيكبر بيطلع له فيها ريش خشن، احنا بنسميها الفرشه. تعرفي الديك من كده. وبرده هو صغير هتلاقيه اعلى شويه من الفرخه، وهو كبير برضه هتلاقيه حجمه اكبر ودايما بينفش ريشه، ودماغه بيبقى حجمه اكبر شويه، ودايما بيبقى فيه جلد كتير حوالين رقبته وحوالين راسه كده، وفي رقبته كور كتير جلد كبيره شويه كده. فده اللي لسه جايب روم جديد يعني وما يعرفش. ويا ريت تدخلوا برضو على الفيديوهات عشان تعرفوا اكتر. طيب بقى ندخل على الاسئله. بالنسبه للاسهال يا جماعه، الاسهال انا دايما بحب اشتغل بالحاجات البشري وبالحاجات الطبيعيه. ليه؟ لان الادويه اللي هي البيطريه النضيف منها غالي جدا ومش بتلاقيه موجود دايما، فهم بيجيبوا الحاجات الرخيصة اللي بتبقى ملعوب فيها شوية ما بتبقاش يعني مظبوطة، فبالتالي ما بتجيبش نتيجة. يعني بنجيب تروحي تجيبي علاج ب20-30 جنيه مش هيجيب اي نتيجة، او بالعكس يعني هيبقى فيه بطء وهتخسري كتير. فانا دايما بحب اشتغل بالعلاج البشري. انا لما اكون عندي اسهال انا بجيب كابكت اللي هو البشري ازازة ب5 جنيه، بحط لمدة 3 ايام كبكت في المية على لتر مية، مثلا حطي 5 سنتي او 3 سنتي حسب العدد اللي عندك. وبحط كمان شاي وليمون، يعني حطي بالنهار حاجة وبالليل حاجة، خلي مثلا كبكت بالنهار وحطي بالليل شاي وليمون. حلو جدا جدا الشاي بالليمون ده للإسهال، والكبكت ده ممتاز ده للإسهال. وطبعا دفي اهم حاجة التدفئة لان الإسهال ده ساعات بيجي من البرد. الرومي بقى لما وشه بيورم وكده، بصوا يا جماعة الورم ده بيجي من البرد الشديد زي ما قلت قبل كده او من الحر الشديد. من البرد الشديد او من الحر الشديد لازم يكون المكان متهوي. لو احنا في الشتاء متهوي
يعني ايه، ما تكتموهمش، يعني مش دافى لدرجة ان انت تكتميهم. إيه، مش عارفين يتنفسوا، الهواء ما بيتغيرش في الغرفة، لا لازم يكون في تهوية لأي طيور، مش الرومي بس. هتدفي لكن نفتح حتة في القبل كده تدخل هواء، بحيث ان الهواء اللي في المكان يتغير كله عشان ما يعملش امراض. وكمان الفرشة تكون نضيفة تحتهم، الأرضية، والأكل يكون نضيف. ولو في بقى عندك حالة لازم تاخدي بسرنجة كده. مش فاكرة انا قلت الموضوع ده ولا لا قبل كده. تاخدي بسرنجة وتدي مضاد حيوي. طيب في ايه تاني؟ الكساح. الكساح يا جماعة لو في الفراخ رومي، ادي كالسيوم وادي فيتامينات وعرضي للشمس. ولو الموضوع يعني جامد قوي، يعني مش قادر يقف خالص خالص، لازم تدوا مضاد حيوي طبعا. وان شاء الله انا عندي بط وكان جاله كساح وبعالج فيه دلوقتي. ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب قوي عن علاج الكساح. لازم يتعرض للشمس على فكرة، لازم. ايه، اعرف ازاي الفرخة من الديك؟ ده قلناها دلوقتي. إيه، هل الديك لو نفس عمر الفرخة ينفع يكسرها؟ انا عملت فيديو عن السؤال ده قبل كده. انا كل الفراخ اللي عندي كانوا اخوات، كل اللي عندي السلالة اللي عندي دي اخوات. يعني اول ما اشتريت خالص جبت ديكو فرخ اخوات، جايبهم طبعا من حد اعرفه يعني عشان اعرف ان السلالة دي بترقط. فانا جبت ديكو فرخ على وش بيض وكانوا اخوات، ماشي. وانتجوا الحمد لله السلالة اللي عندي لحد دلوقتي. مش شرط ان هم يكونوا اخوات ومش هينفع ينتجوا، او هو هيبقى لازم يبقى اصغر منها او اكبر منها. لا، الكلام ده مش حقيقي. كل اللي عندي يا جماعة اخوات. والبيض بقى، بالنسبة للبيض، البيض في الشتاء بيبقى عزيز شوية، يعني من البرد. اي طيور في البرد مش بتبيض بانتظام، ممكن تقطع اسبوع، ممكن تقطع 4 ايام 5 ايام. فانتوا اصبروا وان شاء الله، بس غذوا كويس. العلفة هي اللي بتكتر البيض على فكرة. يعني زودوا العلفة في خلطة الاكل وكده، وان شاء الله هيبيضوا، ما تقلقوش يعني من حكاية البيض ده. آه، بس بقى لو اي اسئله تانية ان شاء الله هبقى اعمل بيها فيديو عشان ما اطولش عليك الفيديو ده. وزي ما قلت لكم قبل كده، لو انتوا لسه جديده عندي على القناه ادخلي اشتركي وفعلي الجرس عشان اي فيديو جديد انا هنزله يوصلك باذن الله. متنسوش تعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.